الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يا الله. أعطيك ميزة، قال أهل العلم جعل الله من إعجاز هذا القرآن أن كل من اتصل بهذا القرآن ناله شيء من هذا الحفظ. فالله يحفظك من الشرور والآثام والخطايا والمعاصي، يعني ما يذنب أبد، لا ممكن يذنب ويقصر وينسى، لكن الله يدله على التوبة وحبل النجاة ويركب قارب السلامة. ويبقى هذا الوازع الداخلي اللي هو يوقظك. ترى بعض الناس مسكين والله يقع في الذنوب وهو مسرور وفرح ومغتبط انه الامر عادي جدا، بل بعضهم يجاهر ويدعو غيره. وهذا لاحظته في بعض المجتمعات، الحمد لله في غير بلادنا ولله الحمد، انه اصلا لا يرى ان هذا خطأ. لكن اليوم لانك كنت نشأت في هالبلاد الطيبة، بلاد التوحيد والسنة، المملكة العربية السعودية، نشأت على الفطرة وتسمع القرآن ويطبع ويصلى والحرمين والمساجد، إلا ما يكون هناك وازع يدلك دائما يعني على هذا الخطأ.